بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أهلا بكم حبايبي. احنا قمنا كده من النوم جعانين كده بالليل، وقلنا نعمل حاجة سريعة كده ناكلها عشاء. فمش لاقية أعمل لهم فلقيت عندي شوية سجق في التلاجة وشوية زيتون، وحمرت بطاطساية وجبت كان عندي في التلاجة العيش بتاع الكريب، جايباه جاهز. يعني بيبقى سريع كده لما بتكوني عاوزة تعشي غدا فطار. بنجيبه ونخليه عندنا لزقت، ونخليه بقى عندنا كده للطوارئ. فانا قلت طالما عندي الحاجات دي كلها في التلاجة، وعندي شوية العيش الكريب نعمل حاجة كده سريعة لأولادنا يتعشوا بيها. ما تكلفناش أي حاجة، سريعة واقتصادية. هجيب السجق كده، احاول اقطعه كده صغير شويه كده، علشان يبقى في الكريب ما يبقاش مكلكع كده في الكريبايه، ويبقى سهل الاكل. كده كده بالمعلقه كده، هو بصراحه مش مستحمل. يا دوبك شوحته كده على النار بمعلقه سمنه كده، هو زي ما انتم شايفين كده بقى اخر حلاوه. طبعا حاجات كده سريعه كده في الشتاء اللي احنا فيها ده. احنا طبعا في اول الشتاء، النهارده 1 ديسمبر، كل سنه وانتم طيبين. اول يوم في الشتاء النهارده، خلاص بقى يعني شتاء شتاء يعني. مش هنقول بقى لا الدنيا صيفي، لا لا، ده الشتاء النهارده اول يوم. فطبعا قلت طالما العيال بقى جعانين وعاوزين ياكلوا اي حاجه، فانا قلت العيش ده بصراحه بجيبه في التلاجة عندي على طول، يعني منقذ اي حاجه. تعالى كده تطوع ولا فنعمل اكله سريعه كده، ما تكلفناش حاجات يعني من التلاجة، الحاجات اللي عندنا في التلاجة، مش هنجيب حاجه من بره. وفي نفس الوقت حاجه كده حلوه، وكل الاولاد بيحبوا الكريب كده قطعنا شويه السجق كده زي ما انتم شايفين كده، عشان ناخد كده معلقه كده، نحطها كده في قلب السجق. طبعا العيش ده بيتباع عند اي واحد بتاع فطير او كده، اللي بيعمل رقاق وبيعمل فطير مشلتت. بيبقى بصراحه عندهم الحاجات دي بتتباع بالكيلو يعني. بس يعني تحس ان ال- العيش بتاعهم بصراحه ما شاء الله. نحط شويه بطاطس كده، يعني نحبش بقى الدنيا. شويه زيتون. طبعا عندك جبنه موزاريلا حطي، ما عندكيش مش مشكله. المهم اللي احنا نعمل اكله سريعه وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. بنعمل كده بقى زي القرطاس كده. استنى ما افردها شويه عشان كلكعت كده. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه بالله العلي العظيم كده. طبعا قسمه الكريبايه عشان كبيره، فتحس ان هي خفيفه شويه، فلما تتقسم تبقى تعرفي ان انت تتحكمي فيها، متبقاش رقيقه يعني كده. نحطها هنا كده. نجيب برضو واحده تانية، نعمل نفس اللي احنا عملناه. طبعا دي كلها حاجات سريعه زي ما انت شايفه كده، متاخدش اي وقت. تبقى انت عندك في بيتك العيش ده، هو او عاوز تعمليه اعمليه يعني. بس طبعا لما بيكون الواحد قايم بقى كده كسلان، مش عارف يعمل حاجه، احسن حاجه تعملي الحاجه لما تكون جاهزه عندك. عملنا شويه سجق كده، مع شويه بطاطس محمره، شويه زيتون، حاجه كده مية مية. مطاعم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله، ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يجي تاني واحد. ما شاء الله الكمية اللي احنا قلنا عليها قليلة هي لسه ما خلصتش. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الدنيا كده ايه. بص الحبة الصغيرين اللي احنا قلنا يا دوبك حبة صغيرين بقوا كتير اهو، وما شاء الله عمالين نعمل ايه، والدنيا حلوة معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط البطاطس، نحط الزيتون، طبعا انت بقى عاوز تعمليه باي حاجة تاني اعملي. يعني دي فكرة من افكار كتير قوي للكريب، بس الفكرة دي حلوة يعني اقتصادية. الناس كلها ايه دلوقتي عاوزة اي حاجة اقتصادية. ادي ايه التلاتة اهو، فاضل لنا واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نرص فيه الكريب دوا لغاية ما نسويه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بحب اقسمها كده عشان ايه هي، بص ما انت شايفة كده ايه رقيقة وايه تبقى ماسكة نفسها كده، واحنا ايه بنسويها على ايه، هنعملها على الطاسة في النار بقى. هوريكي ازاي التسوية بتبقى في دقيقة، بتبقى عاملة احلى كريب، احلى كريب في حياتك عملتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. يعني كريب كده اقتصادي مفيهوش اي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي هنا رايحة فين. بصي يعني في 5 دقايق تعملي احلى كريب لاولادك، ولا المحلات ولا اي حاجة. بينا بقى على الطاسة نشوف هنعمل ايه. فهنعمل كده كده اسهل حاجة طبعا للكريب زي ما انا بقول لك كده عليها. النار كده بقى ايه تاخد لون بس كده، يعني كل حاجة مستوية. السجق مستوي، بس محمرة، العيش مستوي، ودوبك بس يديلهم ايه لون كده في الطاسة. ولا يعني طاسة تفال مش تفال اي حاجة مش هتلزق ان شاء الله باذن الله. اهم حاجة ايه تدهنيها بس ايه سنة صغيرة بس زيت. طبعا دي حاجة ايه سريعة جدا للاكل. كل حاجة عندنا، الزيتون عندنا، السجق عندنا، او طبعا السجق ده ممكن تستبدليه بأي حاجة، بشاورما، همبرجر، بيض، أي حاجة، بس محمرة وجبنة موزاريلا أو جبنة شيدر. يعني مش يعني أي حاجة اللي متوفر عندك في البيت اعمليه. اللهم صل على النبي. بصي في دقيقة واحدة بس الكريبية بقت عاملة ازاي. بدوبك بس ايه نديله بس لون ان هو يمسك. بصي مسك ازاي عشان ايه لزق، عشان الحشو بتاعنا ما يطلعش. شوفي الناحيه التانيه كده ما شاء الله. كله كده في الطاسه، ولا نولع فرن ولا شوايه ولا اي حاجه. احلى حاجه الطاسه دي. احنا عملنا قبل كده برضو حواوشي في الطاسه كان تحفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل تاني واحد نحطه في الطبق جنبيه اهو. بندوره كده عشان ايه يستوي من كل الاتجاهات. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. شكله بصراحة تحفة، التسوية بتاعته جميلة جدا، وحاجة كده ايه يعني ايه بسيطة جدا، مش مكلفانا اي حاجة بصراحة. بشكر كل القنوات اللي بتعلق لي والناس الحلوة اللي بتعلق لي، وعاوزة بقى ايه اخد افكار منكم. لو حد عنده فكرة تاني الحشو الكريب بتكون برضو بسيطة كده وسهلة، يكتب لي في التعليقات، ان احنا نعلم بعض برضو، كل واحد ايه يعرف حاجة يقولها للتاني، ومش عيب، كلنا لازم نتعلم من بعض. وممكن طبعا تعمليه حلو، يبقى الحشو بتاعه شوكولاتة، نوتيلا، اي حاجة حلوة ممكن تحشيه برضو، ويبقى برضو كريب حلو، يبقى جميل. اهم حاجة ان انت بس ايه تظبطي الدنيا في الحشو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تتفك بها الكرب وتحل بها العقد، صلى الله عليه وسلم. كده ايه عملنا كل الكريب. بصوا بقى كده منظره بعد ما استوى. بصي مستوي من هنا، من ورا، ومن هنا، ومن كل حتة. بصي ما شاء الله، لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. ارجو يكون الكريب عجبكم، وان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض فيديوهات تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.